زي ما انتم شايفين كده. انا عملت الاكل بتاعهم دوت، قلبته في بعض اهو. عباره عن ايه؟ ساميه الاكل دوت عباره بالصلاه على النبي كده. عيش ناشف انا دشيته، ذره، رده، حبه علف. كل ده بتقلبوه في بعض. ما شاء الله الله اكبر. بيدي نتيجه هايله جدا 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 للطيور. بصوا بالنسبه للفراخ، اللي بياكلوا دولت هندي. انا مربيهم كلهم في قلب بعض. ما شاء الله اهم زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله. هندي. بصوا اللي جاي ده بقى خليط. ده بقى هندي على بلدي. ده انتاج هندي على بلدي عندي. طبعا يعني ايه العليقه ديت انا باكل منها كل الطيور. بط، فراخ، الحاجات دي. طبعا بس بيكون مش من عمر صغير، يعني بيكونوا ما شاء الله زي ما انتم شايفين في العمر ده او اقل شويه. يعني انا حاطه لهم دشيشه خشنه، هم مش حابينها. هم حابين الحاجات يعني ايه اللي هي الحبوب. هم عايزين ياكلوا اللي هي الحبه على بعض. وفي نفس الوقت بيمسك فيهم، يعني بيمسك في الحصاله، بحيث ان هو ما يتهضمش بسرعه، وكل شويه تحطي اكل على الفاضي والمليان يعني. لو انت متابعه عندك القناه او البيج بتاعتي على الفيسبوك، هتلاقوني منزله حاجات كتير قوي عن الطيور، وحاجات هتفيدكم جدا عن الطيور. ادخلوا كده وشوفوا يعني. بصوا بسم الله ما شاء الله، دولت 3 نوتش بط طالعين، بس طبعا اعمارهم مختلفه. وده ذكر، ودولت اهم الهندي، وده الخليط. اللي هو عندنا دلوقتي عامل عمايله. بصوا انا مسيبه عليهم الصبح، بسيبه عليهم هناك الشمس كده، بيروحوا يقعدوا عليها، بيروحوا كده يعني ايه يشمسوا شويه. حاطه لهم المسقه بتاعتهم هناك اهي. ودي العشه الادوار اللي انا صورتها لكم اهي، 4 ادوار بسم الله ما شاء الله. دي بحضن فيها الحاجات الصغيره، علشان بخاف عليها من الفئران، من العرس، من الحاجات الكبيره. يعني ممكن يعني لو الحاجات الصغيره دي اتثابت، هم فوقهم في الرفه اللي فوق اهي اللي في النص، دولت ممكن ياكلوهم. انتوا متخيلين؟ البط البلدي ده ممكن ياكل البط الصغير، او كتاكيت صغيره، اي حاجه بقى صغيره ياكلوها عادي. ما بتفرقش معاهم. هو بيبقى شرس شويه. بصوا بقى العرف. بصوا انا هقرب لكم. بصوا بقى فرق العرف. سبحان الله. ده خليط اللي هو عمال ينقر فيا ده خليط. بصوا بقى العرف بتاع الهندي عامل ازاي. مفيش عرف، تحس ان مفيش، ممسوحه. بصوا ده بقى عشان خليط طالع، تحس ان هي ايه مشرشره شويه. بس ما شاء الله. يعني انا اول مره اجرب هجين الفراخ الفيومي بالبلدي. اللي هو الفراخ الفيومي البلدي بالهندي. بسم الله ما شاء الله مطلعه لي مستوى زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهتموا بقى بطيوركم، واهتموا بحاجتكم، وان شاء الله باذن الله هتاخدوا منها احلى انتاج. وفي مثل بيقول لك حب الحاجه تحبك. يعني ايه حب الحاجه تحبك؟ يعني اهتم بيها هتديك. ويا رب قدرت افيدكم.